أطيب وألذ تشيز كيك ممكن تجربه. من أول لقمة بتحسوا فيه طعمة ما عادي. تشيز كيك شوكولا دبي، وصفة ما بتتفوت. شوفوا شلون حضرته. بالبداية رح نطبق نفس خطوات تحضير شوكولا دبي. جبت نص كيلو كنافة وقطعته لقطع صغيرة كتير. إذا البايركس عندكم كبير أو قالب تشيز كيك كبير رح يلزمكم كيلو كنافة. تقريبا 100 جرام من الزبدة وحطيت فوقها الكنافة وحمصتهم على نار واطية لحتى يصير لونهم أشقر ذهبي بهالشكل. بدي أضيف لزبدة الفستق زبدة البستاشيو. ضفت لهالكمية العلبة الصغيرة الكاملة تقريبا 200 جرام ومعلقة كبيرة من الطحينة وخلطتهم كتير منيح وجهزتهم لأمدهم بقالب التشيز كيك. هاي الكمية رح تنمد معنا بالطبقتين، الطبقة التحتانية والطبقة الأخيرة. الطبقة ما بصير تكون كتير سميكة ولما بتمدوها بتحسوها لحالها بتفرش بالقالب. منمدها منيح بكل الاتجاهات ومنحط القالب بالبراد بس شوي لحتى نجهز طبقة التشيز. بصحن كبير رح نضيف علبتين من جبن المسكربون. إذا عندكم جبنة تانية بديلة ما في أي مشكلة، المهم الكمية حتكون 500 جرام تقريبا. منضيف فوق الجبنة 3/4 كوب من الحليب المكثف المحلى وكوب من كريمة خفق الحلويات. نخفقهم 5 دقايق لحتى يصير قوام الكريمة جاهز ومنضيف معلقة كبيرة من زبدة البستاشيو. نخلطهم مع بعض منيح وصارت طبقة التشيز جاهزة. ومنصبها بقالب التشيز كيك لازم تكون سميكة ومرتفعة. منمدها منيح ومنرجع على البراد تقريبا ساعة. وطبعا آخر شي منمد الكمية اللي تركناها من الكنافة المحمصة مع زبدة البستاشيو والطحينة ومنرجع القالب على البراد كمان شي ساعة. منسيح من 100 ل 200 جرام من الشوكولا السادة بحمام بخار. بعد ما ساحت ضفت لها نص كوب من كريمة خفق الحلويات لحتى ما تقسى الشوكولا وتجمد كتير وقت التقطيع. وصبيتها بالطبقة الأخيرة وزينتها بشوية فستق مطحون وعلى البراد مو أكتر من ساعة ساعتين وبتصير جاهزة. في ملاحظة كتير مهمة بس بدي أقولها مشان آخر طبقة، طبقة الشوكولا. بتقدروا كمان ما تضيفوا على شكل طبقة كاملة، فيكن تصبوا صوص الشوكولا على شكل خطوط عشوائية وهيك بتم منظر الكنافة ظاهر عليكم. كمان بتعطي شكل كتير حلو وطعمه كتير طيب. واهم شيء ما ننسى نضيف كريمه خفق الحلويات للشوكولا لحتى ما تقسى وتعذبنا وقت التقطيع. وصار عندكم اطيب تشيز كيك شوكولا دبي جاهز. ما بتتخيلوا الطيابه واللذاذه. جربوه شوفوا ما اطيبه. وصحه والف هنا يا رب.